مش كلنا كبار من جوه. في جزء فينا واقف عند لحظة قديمة، مستني لسه كلمة ما اتقالتش، أو حضن ما حصلش، أو أمان ما كانش موجود. كبرنا بس في حاجة جوانا فضلت زي ما هي، لسه بتتأثر، بتخاف، وبتحتاج تتحب. النهاردة هنتكلم عن الطفل اللي جوانا اللي لسه مستني حد يفهمه. يعني ايه طفل داخلي؟ الطفل الداخلي هو الجزء اللي جواك اللي شال مشاعرك القديمة، شال فرحك، خوفك، ووجعك، احتياجاتك، كل حاجة حسيتها وانت صغير ولسه مأثرة فيك لحد دلوقتي. طب ده بيظهر فين في حياتنا؟ حساسية زيادة، موقف بسيط بس يوجعك جدا، خوف من الرفض، تخاف تتكلم أو تعبر، تعلق زيادة، تحتاج حد يطمنك طول الوقت، قسوة على نفسك، تكلم نفسك بنفس الطريقة اللي كلموك بيها زمان. لو حد تجاهلك تحس انك مش مهم، ده مش بس زعل، ده احساس قديم. حد انتقدك تحس انك اتكسرت علشان في جرح قديم من التقليل. حد بعد تخاف زيادة كأنك هتتساب تاني. طب اتعامل معاه ازاي؟ اعترف بوجوده. في جزء جواك محتاج يتشاف، مش محتاج انك تتجاهله. اسمعه، اسأل نفسك انا حاسس بايه بجد، ايه اللي كنت محتاجه وقتها. اديه اللي هو ما اخدهوش، اديله تقدير، احتواء، حب، طمأنينة، حتى لو ده هيجي من نفسك. غير كلامك مع نفسك، بدل ما تقول أنا ضعيف قول أنا اتوجعت وبتعلم. الطفل اللي جواك مش عايز حد كامل، هو بس عايز حد يسمعه ويطبطب عليه وما يسيبهوش. يمكن طول عمرك كنت مستني حد يحتويك، بس يمكن المرة دي تبقى انت الشخص ده. خد بإيد نفسك وقرب منها شوية، لأن جواك مش ضعف، جواك طفل محتاج حب، وانت تستاهل تديه الحب ده. طب ازاي أتواصل مع الطفل الداخلي؟ اكتب رسالة لنفسك صغيرة، اقعد كده قاعدة فيها هدوء وتخيل نفسك وانت صغير واكتب لها رسالة، وقول كده للطفل الداخلي اللي جواك أنا شايفك، عارف إنك اتوجعت لما حصل كذا، وكان نفسك حد يقولك كذا، وأنا هنا علشانك دلوقتي. خلي الكلام حنين كأنك بتطبطب على طفل بجد. قول كلام جديد لنفسك، خد بالك من صوتك الداخلي. كل مرة تيجي تقول أنا ضعيف وأنا مش كفاية، حولها لي أنا بتعلم، أنا محتاج دعم، وده طبيعي. ده إعادة تربية لنفسك من جوه. افهم حاجة اسمها التريجر، الحافز. لما تتضايق فجأة اسأل كده ايه اللي حصل؟ ليه أنا اتضايقت بالشكل ده؟ هل ده حصل لي قبل كده وأنا صغير؟ ده بيوصلك للجذور. ادي لنفسك اللي ناقصك. اسأل كده أنا محتاج ايه دلوقتي؟ أمان، طمن نفسك. حب، اعمل حاجة بتحبها. راحة، ارتاح من غير ما تحس بالذنب. احضن نفسك، حط ايدك على قلبك وخد نفس ببطء وقول أنا هنا، أنا مش هسيبك، كل حاجة هتهدى. وكررها كذا مرة. ارجع لاهتماماتك القديمة، اعمل حاجة كنت بتحبها زمان،
رسم، كتابة، موسيقى، طبخ، هواية بتحبها، لعب بسيط. ده بيرجع الاتصال والتواصل بالطفل اللي جواك. شوف نفسك بعين أحن. اسأل نفسك كده، لو طفلة صغيرة هي اللي عملت كده أو طفل صغير كنت هتقوله ايه؟ وقول لنفسك نفس الكلام اللي انت هتقوله للطفل أو الطفلة دي. الطفل اللي جواك مش محتاج حد مثالي، هو محتاج حد حنين. خلي بالك من نفسك، مش كشخص كبير مسؤول، لكن كطفل صغير لسه محتاج يتطبطب عليه. يمكن أول مرة تبص لنفسك مش كحد صعب أو حساس بزيادة، لكن كحد اتوجع وما تفهمش. ويمكن المرة دي تكون انت الشخص اللي يحتوي نفسك. مش لازم حد تاني يصلحك، لأنك انت تقدر تبدأ ده بنفسك. واحدة واحدة هتلاقي ان الوجع بقى أهدى وانت بقيت أقرب لنفسك. وخليك فاكر ان مفيش رحلة من غير وجع، ووراء كل إنسان عظيم ألم عظيم. أشوفكم في الحلقة الجاية.